عندما يقول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن مصدر سعادة لك في الدنيا وفي الآخرة، فلن تشقى وأنت تتلو كتاب الله وتعمل بكتاب الله وتأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهاك الله عنه وتزدجر عما زجرك الله عنه. فالقرآن مصدر سعادة لك عندما تتلو حروفه وتقف عند حدوده، تأتمر بآية وتنتهي بآية وتزدجر بآية، تبر أباك وأمك وتخالق الناس بخلق حسن وتقيم الليل وتخشى الله وتراقب الله بآيات من كتاب الله جل وعلا. عندما يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إن القلوب اليوم قد زاغت وقد تدنست، لذلك أنها تجد القلوب تستكثر وتمل وتستثقل عند تلاوة صفحات معدودات من كتاب الله، بينما تقف في المواقع وخلف الشاشات لساعات طويلة دون أن تكل ودون أن تمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، ممن يتلون حروفه ويقفون عند